طريقه اشاعات وبتروج في العالم كله اونلاين فيقدر يوصل لاي مكان. حصل معاك ده حاجه زي كده حصل؟ لا ما حصلش معايا، بس هو يعني لو حصل الناس عارفه الصحفيين برضه يعني مهما اتقال اشاعات سواء عليا وعلى غيري يعني هم بيبقوا عارفين كويس ان دوت ايه ده مشكوك فيه او ده صحيح، لا مش ممكن تامر يعمل كده، مش ممكن معرفش مين يعمل كده. فبيبقى الموضوع مش المصداقيه بترجع للمتلقي اكتر من ان اللي عمل الاشاعه يروجها يعني. انت مش بتحب مثلا لو في خبر ما عجبكش انت تطلع ترد عليه او تكلم الصحفي او تكلم الموقع تقول لا ده مش صحيح، او مثلا لو في اشاعه معينه طلعت ترد عليها، ولا انت حابب يعني تفضل ماشي بطريقك ما بسيب؟ لان هي زي ما قلت لك في الاول في الاخر الناس بتسمع وما بتحكمش على الخبر في وقت الخبر، بتحكم على الخبر بناء على يعني تاريخ الفنان. طبعا انا بتكلم على تاريخ مش اللي هو الوقت الكبير يعني او سمعة الفنان، هو بتبقى بالنسبة للمتلقي عاملة ازاي وبناء عليه هم يصدقوا الخبر او ما يصدقوش. واعتقد ان انت مريت بحاجة زي كده لما نزل الالبوم بتاعك في وقت الثورة والناس عرفت الصح فين. وبما انك اتكلمنا في الالبوم فانا يعني في ناس بتقول لك يعني زي هجوم كده بيقول لك انت نزلت البوم وقت الثورة مع انهم مش فاهمين يعني ممكن ما يكونوش متابعين شوية للموضوع. فانا عايزك تشرح لنا كده موضوع فكر ازاي. موضوع الالبوم وموضوع الثورة هو يعني بكل اختصار انا متعاقد مع شركة روتانا، وشركة روتانا المفروض اعمل معاهم 5 ألبومات في 5 سنين. التعاقد ده كان من امتى؟ التعاقد ده من 2005 يخلص في 2010 ابريل 2005 يخلص ابريل 2010 يعني هو التعاقد منتهي بقاله سنة. بس عشان انا كنت كملت عملت 6 أو 7 اغاني فكملت معاهم الالبوم الاخير، وبناء عليه نتكلم بقى في موضوع الثورة. اجلت الالبوم واتصلت بيهم وعرفت، انا اتكلمت كمان في الموضوع ده في اليوم السابع بس عشان الناس تعرف اكتر. بالظبط اللي فعلا يعني اجلت الالبوم واتكلمت معاهم قلت لهم ده مش هينفع ننزل، يعني ما اتكلمش على الالبوم اصلا، اتكلمت على البوسترات يعني اللي هو لا مش هينفع ننزل بوسترات وسايب موضوع الالبوم ده بعدين لان استحاله هم ينزلوه يعني كنت متخيل ان ده مش ممكن ده. كمان انت اصلا كان الالبوم جاهز قبل الثوره بفتره كبيره ولا كان يعني مثلا في شهر 12 في 11 كان جاهز ولا كانت لسه يعني مع شهر واحد؟ كان جاهز كنت مصور البوسترات وكل حاجه. بالظبط. بس اجلنا كل الحاجات دي عشان احنا كنا عارفين ان في يوم 25 هيحصل مشاكل، وبعد كده قلنا خلاص احنا هنأجل البوسترات. كنت متوقع ان ده هيحصل فعلا مش بس كلام شباب وخلاص. طبعا لان كان البيج بتاعتهم كانت فيها ناس كتير جدا، ويعني على الاقل يبقى في قلق، الواحد ممكن يأجل الالبوم عشان امتحانات او عشان فقلنا نتفادى ده وبعدين نشوف الامور هترسى على ايه. مش هنعرف ان هيوصل الامور اللي كده يعني. طب خلينا بس نوضح حاجه، انت على مدار ال4 ألبومات اللي فاتوا انت بتقول ده كان لا هم ما عملوش 4 هم عملوا ألبوم 5 سنين اللي هو ألبوم حد بيحب ألبوم واحد بس. وليه نظرة ده نزل في السنة السادسة. هو المفروض ان انت كان تعاقد معاهم كل سنة بالظبط. يعني اصلا كان في عايز اقول مثلا ان هو ايه ما كانوش ملتزمين بالعقد. من فترة. لا دي ميزة السنة انت كمان طلع عقيل معاهم كمان. هو كمل بعد فترة العقد انا كملت بعد فترة العقد مش عشان انا خلاص كنت عملت تقريبا 3/4 الالبوم، كنت محتاج ان انا ايه اكمل بعدين اعمل بعد كده 3 اغاني او 4 اغاني عشان الالبوم ينزل يعني. طب انت قلت لهم خلاص مش هننزل بافتراض غير بعد ما نشوف ايه اللي هيحصل في 25 يناير والاحداث اللي هي كانت ايام الغضب والكلام دوت. وفوجئت ان الموظف المسؤول بتاع مصر بيكلمني بيقول لي احنا المفروض احتمال الالبوم ينزل بعد 10-15 يوم في دول الخليج. تحب نقول اسم الموظف؟ اما مش هتفرق، انا مش عايز اقول يعني مش عايز اقول مش هيكبر يعني. فالمهم اتفقت معاهم قلت لهم لا مش هينفع الالبوم ينزل، انا مصري ومش هينفع انزل في الخليج باي حال من الاحوال. يشرفني طبعا الجمهور الخليجي يسمعني، بس زي ما اي مطرب خليجي بيتمنى انه ينزل في بلده الاول، انا برضو مطرب مصري واحنا بلد الصناعه ولازم انزل في مصر الاول. والظروف عندنا ما كانتش تسمح. قلت له الموضوع ده مش هينفع يحصل وبناء عليه قال لي اوكي. ده الكلام ده كان يوم 7 فبراير كان الساعه 9. هو بيكلمني الساعه 9 والالبوم كان نازل الساعه 7 في دوري الخليج. كان تقريبا الفتره ديت كان النت مقطوع صح؟ لا عندنا في مصر النت كان مقطوع من 25 لحد 29. قبل 29 كمان اشتغل. طبعا فوجئت. هو كان بيبلغك لمجرد العلم مش بس ده بيقول لي هننزل بعد 10-15. وهو كان نزل اصلا. هو كان نازل قبلها بساعتين. دخلنا شفت على المواقع الالبوم اذا كان الموضوع فيه تسريب ولا فيه لا، لقيت الالبوم نازل بالكفر بتاريخ اصدار بالبوستر بكل حاجه بالترتيب اللي احنا عاملينه ومتفقين عليه كشركه واداره اعمال. مش نوع من القرصنه يعني، محدش مثلا
انسرق؟ لا ملوش علاقه بالقرصنه خالص، لان الماستر سي دي دوت انا ما كنتش بديه لحد خالص. ولا انا كنت باخد منه نسخه ولا كنت بدي حد نسخه. خدت النسخه من الاستوديو بتاعها لشركه الانتاج للموظف ده المسؤول، هو مش غيره على فكره في مصر. فحصل كده بعد فتره، طبعا عرفت ان هو بناء على تعليماته هو، لان ما ينفعش مطرب مصري ينزل غير بموافقه مسؤول مصري يعني. فنزل، فهو اللي مدي الموافقه ان الالبوم ينزل. هنخش في حوار بقى، ده مخطط هم عاملينه عشان المصريين ولا هم عايزين يبدلوا فن خليجي، معرفش ايه. المهم ان في جهل واضح، في عدم درايه بالانتاج، في انك بتنزل سلعه ترفيهيه والناس كلها، ومش في مصر بس، في الوطن يعني، مش في مصر بس. ولا هتحقق مكسب مادي ولا هتحقق مكسب معنوي ولا ترتقي انت بمستوى كشركه على ده. بس هو يعني برضه في تساؤل مهم، ان هو يعني اذا كان هو مش لاقي انتاج، يعني هو ما فيش مردود هيرجع له من تسويق الالبوم في الخليج، هيعمل حاجه زي كده ليه؟ لو كانت عن مش هقول جهل بس عدم درايه بسوق احتياجاته. والله العظيم في تصرفات كتير جدا بتحصل غريبه، غريبه جدا، مش معانا بس هو اغرب موقف يعني. اغرب موقف حصل في تاريخ روتانا كله هو الموقف بتاعي. كمان حصل مع اسماء المنور، كان نزلوا الالبوم في السعوديه في وقت الحج. عادي، ده عندهم عادي، ما عندهمش مشاكل. في محلات ما عندهمش، لا ما عندهمش مشاكل. هم الناس هم نايمين، عندهم حاجه بقى، عندهم في حاجه في مخهم مش مظبوطه. احنا عايزين عملنا البوم، وانت مع اني عمال اتحايل من زمان يا جماعه يلا الالبوم ينزل، يلا الالبوم ينزل، وتواريخ تتاجل، ومن شهر 6 ومن رمضان وشهر 10 وشهر 11، كل ده عمال انا اجل في الالبوم. هم ما شاء الله عليهم اختاروا الوقت المناسب 7 فبراير ونزلوا معاهم. طيب يعني في تفاصيل كتير حقيقة في الموضوع دوت، وروتانا شركة كبيرة وفيها نجوم كبار جدا، وفي ناس غالبة على ناس، وفي ناس هي اللي واخدة الشهرة كلها، وناس تانية مظلومة. خلينا نتابع التفاصيل ديت، لكن نروح نسمع أغنية ونرجع. من النهاردة والبث تامر عاشور على راديو السابع. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم مشاهير .com، ومنورنا داخل الاستوديو تامر عاشور، ومعانا مداخلة هاتفية مهمة جدا. قول الو تامر. قول الو. الو رامي. ازيك يا رامي؟ منورنا على التليفون المطرب والملحن الكبير جدا رامي جمال. اهلا بيك يا رامي. ربنا يخليك يا رامي. معاك تامر عاشور. عايزك تسأله لي سؤال كده في الجو. بالظبط يعني. اسأل يا رامي. اسأل يا رامي بسرعة، ما تفكرش، بس اهم حاجة ما تهزموش. انا مش عايز اسأله، عايز اقول ربنا الله بعض، حتى لو كان في موقف واحد بس عارف يعني ربنا يخليك يا رامي. تطلب منه ايه مثلا؟ لو حابب تسمع اغنية منه تسمع ايه؟ لا انا هضعك يا رامي قبل ما تتكلم. انتوا عاملين اغنية اصلا ملهاش حل، اغنية في الشريط ده واغنية في الشريط اللي فات، ما بتهزش وهاجي على نفسي. فيعني انا ما اقدرش ان انتوا الاثنين تكونوا موجودين، لازم نسمع منكم انتوا الاثنين حاجة. طب يلا خش يا رامي. ايه رأيك يا رامي؟ جاهز؟ قبل ما رامي يخش بس انا عايز برضه ابارك له على الكليب الجديد بتاعه، وبارك له جدا، واكون اول واحد باركت لك على الالبوم قبل ما ينزل كمان يا رامي. ان شاء الله باذن الله يوم 4/5 يا رامي. ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هينزل وهيكسر الدنيا زي ما انت كل الاعمال اللي بتعملها بتكسر الدنيا يا رامي. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. خش يا رامي زي ما انت عايز. يلا بينا. الله عليك. انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك،
مش لازم استنى، خلاص ما بقاش لقلبي مكان. أحلام بيك افتكرت أحققها، وفي الليلة نمت مصدقها، والصحيت لقيتها كلام. ويا جميل مش هتفهم ولا بني ولا فايدة. لا طبعا تنور يا رامي تنور. تسمع ايه من تامر؟ انا صراحة انا ما بجلسش كل المقالب ربنا يخليك يا رامي يا رب، ربنا يخليكم. بالمناسبة انا ورامي صحاب من صغر، يعني من ايام الكلية ومن ايام العناء والشقاء يا استاذ رامي. انا عايز برضه اقول حاجه في حق رامي، ان رامي طبعا من اول الناس اللي طلع وقال هاجم روتانا، وقال ان روتانا ظلمت تامر عاشور بان هي تنزل البومها في الثوره. فرامي انا هستناك يا رامي ان شاء الله، اول ما الالبوم بتاعك ينزل يا رامي تبقى معانا ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله باذن الله. تحب تقول حاجه اخيره لرامي يا تامر؟ اقول له شرفتني يا رامي بمكالمتك، وان شاء الله الالبومات اللي جايه باذن الله، ولا البومي ولا البومك هيخلى من لحن ليك ولا ليا. يا رب رامي مشكورك جدا، وان شاء الله تنورنا في حلقه قريب جدا. شكرا جزيلا. مع الف سلامه. طيب علاقة الملحنين ببعض بقى، يعني في ناس بتقول لك بقى بينافسوا ومش عارف ايه وحاجات كده كتير. خلينا الاول نكمل الموضوع تاني. احنا اتكلمنا في جزئيه ان احنا خلاص الالبوم نزل وحصلت المشكله، الفترة اللي جاية جالك بقى المفروض ان حصل فيه نوع من انواع التصالح، او حد من الاطراف حاول يتصالح معاك وانت رفضت التصالح ده. احكي لنا بقى الكواليس، مين اللي حاول يتكلم معاك وكانت برود التصالح عباره عن ايه؟ الموضوع لما نزلت اعتذار قلت ان روتانا اخطأت في حقي واخطأت في حق الشعب المصري، ان هم ينزلوا الالبوم بتاعي في عز احداث الثورة. نزلت اعتذار، هم كانوا عايزيني انا اطلع اعتذر على الاعتذار اللي انا نزلته، ما كانش عاجبهم ان انا بعتذر وبقول شركة روتانا اهانتني وقالت المصريين. هم مثلا روتانا بوجه عام ما بيعجبهمش اي صحافة ضدهم، لان هم دايما المخطئ بيكره النقد. فهم قالوا لي لا اطلع صلح موقفنا في الصحافة وقول ان احنا ان الموضوع تمام، واحنا هنعوضك في العقد الجديد ونعمل الالبوم ونعمل لك دعاية لدوت زي ما كاظم يستاهل سندنا، اطلع سندنا واعمل معاه. قلت لهم انا الموضوع ده برفضه تماما، منتهي بالنسبة لي. مش هينفع ان انا اطلع اعتذر لكم لان انتوا في الاول وفي الاخر اخطأتوا واحنا في ثورة، يعني مش هينفع اطلع اقول روتانا اخطأت يا جماعة وانا ده حق شعب كامل، مش بس حق وانت وقتها كنت تنزل ميدان التحرير على قدامك تامر. وانت تامر وقتها كنت تنزل ميدان التحرير نزلت لما نزلت ميدان التحرير وقتها هل حسيت بمضايقات مثلا؟ حد قال لك ايه ده ايه اللي حصل ولا كانت الدنيا كانت الناس لا خالص كانت الناس اولا الناس ما كانتش فايقه تفهم وجهه نظري ولا متابعين ولا اي حاجه. بس المشكله ان الالبوم لما بينزل فده بيتاخد على مدار كذا يوم، وما كانش طبعا من 7 ل 11 كان الموضوع اتفك. من بعد 11 لحد دلوقتي احنا لسه الامور ما استقرتش بشكل نهائي. عرضوا بقى الصلح كذا مرة، انا رفضته تماما. عرضوا ان انا اجدد معاهم كذا مرة برضو وانا رفضته تماما، ولحد دلوقتي هرفضه. ومش هينفع اكمل مع شركة ممكن في يوم من الايام. اولا هي بقى فيها كام مطرب مصري، هي حاليا بقى هيبقى فيه تاني. الموظف المسؤول بتاع مصر يطلع في كل الاخبار يقول لك احنا الحمد لله شركة روتانا مشيت 3 بس مصريين. يا جماعة وبص تلاقي 25 مطرب مصري ماشي. طب فين الثلاثة اللي انت بتتكلم عليهم؟ حاجة الفنان محمد فؤاد برضو كان اخر حاجة. الفنان محمد فؤاد يعني الفنانين دول تاريخهم بيحميهم بأي حال من الأحوال زي الحصانة بتاعتهم. ولا بيفرق معهم روتانا ولا بيفرق معهم شركة ولا بيفرق معهم أي حاجة. بس برضه محمد فؤاد طول الفترة برضه متعطل، يعني ما كانش آخر ألبوم ليه قعد فترة طويلة جدا ممكن تعطل هو على أسباب مفيش أي حد يتخيلها، غير مقنعة. مفيش أي حد يتخيلها، يخترعوا له معقول. طب انت تامر مع فكرة ان هو يعني في بعض الاشخاص او في الصحافة بتكتب ان هو ده نوع من انواع يعني سياسة روتانا في ان هي تحاول
فيه على لمصالح معينة. لو هي دي فكرتهم، ده فكر خاطئ، لان اللي بيطلع بيعمل اوديو محترم، لازم يعمل اوديو واغاني محترم. ان الفنانين المصريين اكتر شهرة واكتر جماهيرية واكتر مبيعات. في فنانين خليجيين مشهورين وفي فنانين لبنانيين مشهورين. كل الصناع المصريين سواء شعراء او ملحنين او موزعين هم اللي بيعملوا الاغاني دي للمطربين دول كلهم. ليه تخسروا الشعراء والملحنين والموزعين اللي عندنا في مصر؟ ليه؟ ما تعرفش. طب ما هو بره الموضوع كويس كل حاجة، بس لانه هم عددهم قليل فالعدد عندنا اكبر في الصناع. فالحمد لله دي نعمة من عند ربنا. احنا عندنا ناس بتساهم بنسبة 90 و 95% في كل الالبومات العربية، مش هقول لك المصرية بس. صحيح. فكر خاطئ منكم جدا، او كشركة ان انتوا تفكروا ان انتوا تهدموا الفن المصري، لان لو قعدت لو مشيتوا على دماغكم مش هتعرفوا تهدموا الفن. صحيح. وبعدين يا تامر الالبوم ده بيتكلف، يعني بيتكلف كلام، بيتكلف لحن، بيتكلف توزيع، ومع ذلك ضحوا بكل الحاجات ديت مقابل ان هم ما فيش ربح او ما فيش. لا، ما هم رجاله ما بيفكروش ولا بيفكروش في الارباح. عندك شركات هنا في مصر محترمه جدا برضه بدون ذكر اسماء، بس المال مالهم وهم الاداره. فلما انت تكون المال مالك بالظبط، لازم ترجع اللي هتصرفه باي حال من الاحوال. لكن ما يكونش عندك 100 مطرب وتقول لي ده انا هرجع وهعمل ورنج تون، طبعا ده فشل. زي مشيت مطربين او ما مشيتش مطربين، ده موضوعك انت مع المطربين، مالناش دعوه بيك. لكن كربح وكعائد انت كشركه ما بتفكرش، لان في الاول وفي الاخر المال مش مالك. تامر الفترة اللي جاية، هل انت يعني خلال فترة معينة هتحدد الشركة اللي انت هتبقى معاها، ولا لسه تاخد وقت براحتك بقى يعني؟ لا ان شاء الله انا في اسس معينة حطيتها ان انت تختار الشركة، يعني في اختيارات. لا انا بنودك، انا مش بنود العقد والله. انا ماليش اي بنود، في العقد. انا ليا المنتج الفني يحترم الفنان، والفنان يحترم المنتج الفني. تمام. المنتج مش المدعي. طيب ايه رايك نطلع نسمع ليا نظرة ونرجع تاني؟ الو. الاخير مين معانا؟ معاك ندى من دكتور التدريب. ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. معاك تامر عاشور على الهوا. ازيك يا ندى، اخبارك ايه؟ تمام منور. ربنا يخليكي بوجودك. ندى من كبير محب تامر عاشور على النت. ربنا يخليك يا ندى، ميرسي طبعا. ايوه. عامله ايه يا ندى، اخبارك؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ قولي لي. انا بكلمك النهارده عن الحمله المباركه. ووضع بمنطقه المسلمين بيسمعوه، لان احنا عارفين قد ايه الزمان. كنت اقول لك حاجه ترجع لك ما تقطعش. ان شاء الله يا ندى، ربنا يخليكي. ميرسي يا ندى. انا عايز اقول لك ان انا قابل برضه معانا كتير جدا في الدخول على الصفحه، وان هي مهتمه برضه بينا. انا بس بالمناسبه عايز اشكر كمان المصمم الرسمي بتاع الموقع الرسمي بتاعي علي قنديل، وبشكر ندى جدا لان هي برضه من الناس اللي بتعمل مجهود عالي جدا على النت والصفحات بتاعتي كلها. وبشكرك يا ندى، ربنا يخليكي، من سيد اتصالك. والله يعني هي حاجه قريبه قوي، بس انا عندي سؤال. اتفضلي. السؤال ده موجه من 3/4 بنات الوطن. تمام. 3/4 بنات عايزين يعرفوا مواصفات فتاة أحلامك. ايوه. طيب ندى تحبي تسمعي حاجة طيب من تامر كمان يعني بالهوا اللايف؟ يلا اختار يا ندى. أنا عايز أسمع معلش. حاضر عينيا. طب يا ندى تابعينا، هنرد على سؤالك وهنغني برضو معلش. نورتينا، شكرا جزيلا. باي باي. تحب تغني الاول ولا ترد الاول؟ نغني الاول بقى بعد كده. في ناس كتيرة جدا، انا عايز اقول للناس برضه ان هم متابعين معانا على الصفحة. حالا هناخد كل الرسائل، وحالا هنقول كل ارجوك ما حدش يزعل بجد. بالظبط كده يعني. نسمع دلوقتي حاجة لايف. معلش انا عارف اني بتقل عليك، معلش ده من عشمي فيك، جيت لك ونفسي تفتكر لي حاجة اتسامح عليها، فجأة انا بايديا ضيعتك زمان، ونسيت ونسيتك كمان، ومشيت انا في ايام ما كانش صح اسيبك وامشي فيها. معلش انا عارف اني بتقل عليك، معلش ده من عشمي فيك. بس كده خلاص. اليوم السابع
مشاهير دوت كوم. معانا النجم الجميل تامر عاشور لسه منورنا في الاستوديو. معانا تليفون. الو، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ احمد رسول. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. تامر معاك على الهوا، تحب تقول له ايه بسرعة؟ أكيد طبعا هقول له كلام كتير. أولا بس اسمحوا لي أحييكم على البرنامج والجمال. وإن شاء الله بإذن الله تكون مش الحلقة واحد بس، نسمعكم لحد الحلقة 1000. ربنا يخليك يا رب. وكمان اسمحوا لي إن أنا أهني كامل أخويا طويل الحبيبي على القلب الجميل جدا جدا جدا. مع إنه الوقت أكيد ما كانش مناسب وإحنا كلنا معاك في منطقة، بس معلش أنت تتنقل كده ومش هحاول ألاقيها كلمة العمر وصاحب كلمة ولحن وحساب. توصل مشاعر كتير ومثل مشاعر كتير من الشباب الكتير ده. نحن كمسلمين وحاسمين أكيد برضه بينا يستمر السنوات ويكمل المشوار اللي عليه في الموجودين مش معاكم. بس مش قادر زي ما قلت رايح خبرت وقت الطريقة وكملت تمر عليه. فدايما هيكون جمهوره جنبه بيدعمه وبيشجعه ويقويه يكمل المشوار ويفتح على قبل ما يكون علشانه وعشان فنه. وكان ده مختلف بجد. ربنا يخليك يا احمد. ربنا يخليك يا احمد، وانا بشكرك على تليفونك. وعلى فكره بس بالمناسبه كنتوا تعرفوا بعض. بالمناسبه احمد رشاد برضو من الناس اللي بتتعب جدا على النت وعلى الصفحات بتاعتي، وهو بيبذل مجهود كبير جدا، وانا بحب اشكره برضو من خلالكم. وبشكرك يا احمد قوي حبيبي يا احمد. انا حاسس ان انا بعمل الحاجه ديت فيها لان احنا زي ما قلت لك كده بغض النظر بقى انت حد محترم جدا واخويا وشخصيه جميله جدا. الله يخليك. احنا محتاجين فنك فلازم نعمل رساله. ربنا يخليك. وعايز اقول لكل اللي بيسمعونا النهارده ان تامر شخصيه جدا في شغله، بيتحمل دايما عشان ينتج الافضل والاحسن علشان اللي يسمعونا. انتوا يا جماعه قد ايه هو تعب اول البوم انا فاكر البوم حد بيحب. انت متابعه؟ انت معاه بقى يا احمد؟ احمد انت معاه بقى من زمان؟ طبعا تامر سنين. طبعا احمد. طيب احمد، احنا برضه كمان بنحييك على تواصلك مع الناس على الفيسبوك، وان انت وصفحات الانترنت انت بتحاول تعمل تنشيط لكل اخبار تامر. تحب تسمع من تامر ايه النهارده او تحب تساله ايه؟ اطلب يا احمد ده وانا هغني لك اللي انت عايزه. حبيبي يا احمد. كل اغاني تامر انا مش بحبها وبس، انا فعلا مختار واحده يعني. تامر هو اللي سمعني على الجو، فانا اي حاجه منه اتضايق. خلاص، شكرا جزيلا يا احمد. انا حتى تامر ان انت بتتكلم مع الناس، يعني مش فنان بيتكلم مع الناس ولا حاجه. الحقيقة كلهم من سني وكلهم كلنا سن واحد. انا بس كل الحكايه ان انا ممكن بكون بقدم لهم اغاني بتعجبهم، كلمات بختارها بتعجبهم بناء على برضه على الشعراء والملحنين والموزعين اللي انا بشتغل معاهم، وهم اللي بيحطوني في الحته دي. وهي سلسله والناس دي بتحبني وسني من سنهم، فانا شرفني جدا الناس دي تكون بتحبني. تامر، بما انك متابع للنت دايما، في ناس تبقى عايزه حد يكتشفها، حد انا بكتب الحاجات دي طبعا اكيد بتجيلك، وانا واثق من ده. بتتعامل مع الناس دي ازاي؟ لو بحس جدا اذا كان ده فنان حقيقي ولا مش حقيقي، سواء ملحن او شاعر او موزع، بحس جدا وبعرف. ولو فعلا في حاجه كويسه ما بتاخرش تماما. والدليل على كده ان انا في الالبومين اللي فاتوا واللي قبلهم اشتغلت مع ناس جديده كتير. تامر، احنا في سؤالين برضه عشان ما نقدرش ننساهم. في سؤال كان سألك عليه هاني، وهو علاقة الملحن بالمطرب. سؤال سألته رندا او ندى وقالت مواصفات فتاة احلامك او البنت اللي انت ممكن ترتبط بيها. بس ناخد الاول، انا عايز اعرف الملحنين، لان في ناس كتير جدا تقول لك ملحن وبينافسوا على بعض. لا على بعض خالص، مفيش. كل واحد فيهم في سكه غير الثانيه، كل واحد فيهم بيعمل حاجه غير الثاني تماما. بيسعوا دايما ان هم كل واحد يختلف عن الثاني. المنافسه اللي بينهم لازم تكون مستمره وشريفه. محدش فيهم بيعمل كده خالص. وعلى فكره اللي محدش يعرفه خالص ان الناس دي دايما بعد اي شغل بتتقابل كلها بالليل وبتخرج مع بعض وبيسهروا مع بعض وبيسافروا مع بعض وبيعملوا كل حاجه مع بعض، سواء شعراء او ملحنين او موزعين. مين اقرب الناس ليك من الملحنين لتامر عاشور؟ رامي جمال طبعا. بحب اشتغل جدا مع خالد عز، وبحب خالد عز ملوش حاجه معاك. معلش استعمل في الالبوم اللي فات كلمه احب. مين تاني؟
يعني الشعراء طبعا نادر عبد الله طبعا هو ده يعني بحس ان هو النص الثاني بتاع تامر عاشور كشكل ومزيكا واداء تامر عاشور هو نادر عبد الله. بالنسبة للشعراء كما انت جبت وعبيرة يعني بحس دايما في اغانيك انت بتحب تميل للشجن في الحزن. لا هو احنا بطبعنا بس كلنا كمصريين بنحب احنا نختار الاغاني الشجن، لكن انا في الالبوم ببقى عامل تنويع، ببقى عامل مقسوم، ببقى عامل يا اهلا وعامل يا نظرة وما فيهوش غلطة ومستبيعة وتسلم وحد بيحب. بس احنا يعني كمستمعين او كشعب مصري بالذات او كوطن عربي برضه بيميل اكتر بيميل اكتر بيحب يعيط، بيحب يضحك. يا تامر، هل انت شايف لما تبقى مثلا متجه شويه للحزن ومش عارف ايه والحاجات دي، نتكلم بصراحه شويه، هل ده بيأثر عليك في الحفلات مثلا؟ الحفلات بيحبوا الهيصه، بيحبوا اغنيه فرايحي، الافراح كذلك برضه؟ انا عامل من الماتيريال اللي يخليني اشتغل في الافراح الاغاني السريعه، وعامل من الماتيريال اللي يخليني اشتغل في الحفلات في الاغاني السريعه، بس في الحفلات يبقى الطلب اكتر على فكره على اغاني الدراما او الاغاني الهاديه بوجه عام، مش كلها دراما يعني. طيب هنكمل برضه معاك حوارنا، يمكن في اسئله كتير جايلنا على الفان بيج بتاعتنا ومش عايزين حد يزعل مننا، ونتمنى الناس اللي تسمعنا برضه على اليوم السابع يتواصلوا معانا من صفحه البرنامج بتاعتنا مشاهير.com او على رقم التليفون 014 045 94 نروح فاصل ونرجع كل مره زي كل يوم ونرجع تاني. تاني مستمع برنامج مشاهير.com، ولسه مكملين ومعانا النجم تامر عاشور. معانا تليفون، عايزك تقول الو. ايوه تامر. ايوه مين ده؟ لحد دلوقتي لسه مش عارفه، خلي بالك. مين؟ اقول لك قول. كريم انا عرفت قبل منورنا على التليفون المطرب الجامد اللي انت عامل ألبوم مكسر الدنيا، كريم محسن. اهلا بيك يا كريم. ومعانا علي كسوس. ربنا يخليك يا كريم وربنا يخليك. انا عايزك تكمل اللي انت كنت هتغنيها، لان هي مطلوبه جدا الناس تغنيها. يلا انا عايز اغنيها. انتوا الاثنين كريم اولا من المطربين الناجحين جدا، ربنا يوفقه يا رب، وببارك له على البومه. يعني اول مره اطلع على الهوا وبارك له على البوم، بس انا باركت له شخصيا. ومن الملحنين طبعا اللي بجد انا يعني اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم. عامل لك اغنيتين؟ عامل اغنيتين طبعا يعني، وانا بحييك يا كيمو. ويلا خش يا كريم. ربنا يخليك يا رب يا كريم، ربنا يخليك. يلا كريم نسمع بقى اغنيه حلوه كده. كريم انتوا الاثنين سوا. وليه بعدين دلوقتي احسن ننسى بعض ونبقى تاني اتنين بعد كفاية عليك وقتك اخدته وانتهينا ومش هخبي عليك حبك وليه بعدين ايه اللي كبرنا ضاع اللي كان بينا واللي اتفقنا عليه حبيبي يا كيمو. كريم دلوقتي يا كريم، الالبوم بتاعك نزل في الفترة قريبة جدا مع البوم تامر عاشور، وعاملين شغل مع بعض، فانت شفت الموضوع ده ازاي؟ الحمد لله. طبعا اولا تامر موجود معاك يعني معاك تاني الالبوم دي، وطبعا هو هدف من ثلاث خطوات. انا شايف ان الالبوم لما نزل في التوقيت ده مع تامر ده برضه كنت فاكر ان انا عنده الالبوم اغنيتين. فانا اعتقد طبعا من تامر محبوب جدا وجمهور كتير، سواء في مصر او بره مصر او على الانترنت.
نعمل شغل احسن من اللي نزل مليون مرة، وده دايما يا رب تبقى علاقتنا ببعض ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم. طب افرض الالبوم الجاي نزل والالبومين بقى نزلوا مع بعض، هتشتغلوا برضه مع بعض؟ هتقطعوا على بعض؟ ده هو كريم بيعمل. ربنا يخليك يا كريم، ده شرفني والله. نورتني يا كريم. انت كنت منورنا يا كريم، وعلى وعد زي ما احنا اتفقنا ان انت تكون معانا قريب يا كريم. ان شاء الله معاك، وفي مسألة طبعا طلعتوا معاك جدا، معاك قريب. وحبكم عشان الله والزيادة. ميرسي يا كريم. ربنا يخليك يا كريم. ربنا يخليك يا كريم. باي باي يا كريم. بالمناسبة بس كريم هو فعلا صاحبي جدا. احنا اتكلمنا على كريم، بس انا عايز اتكلم على وليد غزالي الشاعر. الاول طب انت بتتكلم على وليد غزالي، نعزيه ونقول له البقاء. بالظبط، ما انا كنت اتكلم في كده. نعزي وليد غزالي واقول له البقاء لله وربنا يصبرك، وان شاء الله الازمه دي تعدي على خير وترجع باذن الله تشتغل تاني وربنا يكرمك. عاملين لك 3 اغاني يعني، وليد عامل 3، كريم عامل 2، مكسرين الدنيا. كنت اول مره تتعامل معاهم، فانا عايزك تحكي لي الكواليس ان انت يعني اخترت الاسامي اول مره تتعامل معاهم. فهل ده بيأثر على بالهم؟ مثلا في ناس بتحب لا انا عايز اتعامل مع اسامي كبار وناس لا انا ما بيهمنيش الموضوع ده خالص، بدليل ان انت هتلاقي عندي شايف عندك محمد رامي جمال. هتلاقي رامي جمال هو من الشغالين في اكتر. هو ده اللي موجود في الالبوم. الباقي كله ناس انا اتشرفت فعلا انا اشتغلت معاهم لاول مره. ياسر نور عمل اخر مقابله، واحمد عمار عمل بيت كبير وكلمات عن يحيى طبعا. ومين تاني؟ ووليد غزالي عمل وانا بستسلم، وعمل هقدر، وعمل مدين، وما انا جاي عمل هقدر، وعمل وليه بعدين. وكريم محسن عمل اغنيتين وليه بعدين وانا بستسلم، ومدين عمل هقدر. فانا بحييهم وبشكرهم لان الناس دي بجد انا مبسوط جدا انا اشتغلت معاهم، وان شاء الله تتكرر اكتر من مرة يعني ان شاء الله باذن الله. تمام. خلينا نروح للفان بيج بتاعتنا. شفيق معلش. شفيق برضه من الموزعين الجداد. هتجيب آسر. وهجيب آسر طبعا. شفيق وآسر وفهد وتومة وتميم وطارق عبد الجابر وانا وانت وعلى كتير. خلينا نروح للفان بيج بتاعتنا مشاهير.com عشان برضه ما حدش يزعل مننا. محمد زيدان بيقول ازيك يا تامر، انا محمد زيدان مشرف عام عاشور لافرز، بسلم عليك وبقول لك الالبوم عالي واغنيه معلش دي تمام. وهو كاتب لك اغنيه من كلماته اعتقد، وعايزك تشوفها ان شاء الله يا محمد. تامر هيشوفها وهيقول لك رايه على طول. في كمان احمد عبد النبي بيقول شكرا يا تمور، حققت لي حلمي اني اسمع وليه بعدين. ربنا يخليك. بيقول كمان سمعتها يا عم دلوقتي يعني يعني مفيش اكتر من كده. محمد سيد بيقول تامر عاشور من احسن مغنيين في مصر. واحمد عبد النبي بيقول من معجزات عالم الفن كل يوم ليالي عذابي معاك، وعوجه الخصوص بينه ضاع. ايوه. كمان انا عايز اقول حاجه بس للمستمعين، هو تامر اصلا مش شايف اللي احنا بنقراه، انا قاعد ورا السكرين. بالظبط. واحنا بنقرا ومع ذلك هو متابع وعارف محبيه وعارف الناس اللي بيحبهم وبيكتبوا ايه وبيقولوا ايه. كمان احمد بيقول تامر عاشور اكتر فنان متواضع، وده اللي مخليني بموت فيه. ربنا يخليك. الحقيقه في ناس كتير جدا على الفان بيج بتاعتنا بيكلمونا. معلش يا جماعه لو نسيتوا حد، بس انا يعني لو نسيتوا حد بس انا كل الاسئله هحاول اجمعها بقدر الامكان وهجاوب عليها على طول. تمام. في شروق بتقول لك بحبك، وعامله لك بحبك دي كتير قوي. ربنا يخليك. بتقول لك بحبك قوي يا تامر، يا ريت تعرف ان انا اللي بقول لك وعاوز اعرف انت كام سنه بالظبط واتاكد ان صغيره، بس انت كام سنه وانت صوتك رائع طبعا. انا عايز بالنسبه لك على جواز. بالظبط يعني. اتفضل. في 27 سنه شروق ان شاء الله. يسرا بتقول انا بحب الفنان تامر عاشور وبحب اغنيه انا هاجي على نفسي. ممكن مطلوبه كتير قوي. غنيت انا وراها. كمان في جيمي بيقول وخالد ربيع يا تامر. خالد ربيع ده برضه عايز اشكره جدا 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 لانه عامل مجهود رائع برضه على النت. من الادمن المميزين جدا في صفحه تامر عاشور. بشكره وبشكر كل الناس، وبشكر برضه علي الحنفاوي، وبشكر وانا شكرت في الاول علي قنديل، وبشكر كل الناس الادمن اللي هي. انت عارف ان في تعليقات بتقول لك ان يعني انت وحشتهم من ساعه الالبوم ما نزل في شهر فبراير، وعايزينك تنزل سنجلايه جديده قوي هل ممكن فعلا يكون في حاجه زي كده خلال الفتره الجايه؟ هو بس المشكله ان انا بقعد شويه اتأنى في ان انا اعمل البوم كويس عشان
تامر عاشور لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت. بجد انا افكر وازاي بجد انا افكر اشبه حد من الناس دي عشان انت بالنسبة لي حاجة صعبة تيجي في بالي. دي الاغنية ربنا يخليك يا احمد، ربنا يخليك. احمد سعد بيقول وربنا منور الدنيا يا عاشور. ده اسمه وربنا يا احمد منور يا عاشور لفظ. بنقول لك انت حد جامد جدا والله، وانت حققت نجاحات كتيرة ودايما للافضل، واحنا معاك دايما ومش هنسيبك ابدا، واحنا سعداء جدا لان احنا من محبين تامر عاشور، وده شرف لينا بجد. ربنا يوفقك يا عاشور ويحميك من الاشاعات وتكون عند حسن ظن الجميع. تحياتي احمد سعد. انا اللي شرفني يا احمد والله، وشرفني ان كل الناس دي تكون بتحبني. تامر انت يوميا بتتابع ولا؟ بتابع يوميا. اديك بتقول لي الاسم بقول لك ده الادمن بتاع صفحه كذا كذا، اقول لك الادمن يوميا بتابع. ناخد برضه من على صفحة الراديو. لو ما قدرتش اتابع بتجيلي الاخبار يعني، عشان برضه ما بقاش. هايدي طبعا، هايدي تامر من اكثر المتابعين الراديو متابع بشكل عام. بتقول مساء الخير عليكم علي وتامر وهاني، وانا مبسوطه قوي بالحلقه وعاوزه اقول لتامر ما شاء الله انت محبوب جدا وكل اغانيك حلوه قوي، ويا رب من نجاح لنجاح. وعاوزه اسمع منك اغنيه اخر مقابله لو سمحت. مش يا هايدي حاضر. الحقيقه ناس كتير طالبه طلبات في ريان عماد بتقول لك تامر انت بجد فنان جامد جدا وانا بحبك موت، والالبوم جامد اخر حاجه. بما ان بتتكلم في الالبوم جامد اخر حاجه، قول لي رد الفعل اللي جالك بعد الالبوم بعد ما نزل على طول، حد كلمك؟ انا بصراحه يعني رد فعل الالبوم احب الردود تبقى من الناس على يعني للصحافه. انا ما احبش اقول راي الالبوم اذا كان نجح ولا كسر ولا عمل ولا لا. الالبوم انا بعمله، رد فعل الناس انا بحب اشوفه على وجوههم، بس ما احبش اتكلم عليه. طب يا ريت نسمع اخر مقابله. اوكي، مني ولا من الناس التانية؟ منك اكيد. طبعا دي كلمات نادر عبد الله والحان ياسر نور وتوزيع تميم. بالمناسبه عايز اشكر مهندس الصوت هاني محروس جدا جدا جدا. اخر مقابله ما بينا كانت من يومين، احساسنا فيها يوميها كان بين البين، وكأننا اتنين بعده اصلا من سنين. وازاي انا توصل بيا وتوصل بيك، تيجي تمشي وما سلمش عليك، واجي امشي تسيبني بسرعة وما تقوليش خليك. ازاي بنبص لبعضنا باستغراب وبنتقابل زي الأغراب. طب ده احنا حتى ما حصلناش اتنين اصحاب. انا توصل بيا وتوصل بيك، تيجي تمشي وما تسلمش عليك، واجي امشي تسيبني بسرعة وما تقوليش خليك. بنبص لبعضنا باستغراب وبنتقابل زي الأغراب.
ولسه مكملين معاكم مشاهير دوت كوم مع هاني عزب وعلي الكشوتي، ومنورنا داخل الاستوديو النجم تامر عاشور، ومعانا تليفون مهم جدا. نقول الو. الو ازيك؟ الو. ازيك يا تامر؟ الحمد لله تمام. انا عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. ازيك؟ مبروك على عمور. مبروك على قلبك. الله يبارك فيك يا عمرو، ربنا يخليك والله، ومبسوط جدا انك كلمتني وحياة ربنا. يا باشا انت تمام. انا احبك، انت تكون الطريق كبير قوي. انت مكتب فيها ربنا يخليك يا عمرو، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. انا مبسوط والله يا عمرو انك كلمتني وحياة ربنا. ازيك يا عمرو؟ والله اخويا في حد تمام عشان يبيع، انا واجب عليا. ربنا يخليك يا عمرو. يعرفني. عمرو سمعنا كويس؟ ازيك يا قلب؟ شوية. ازيك يا عمرو عامل ايه؟ انا الحمد لله. منورنا يا عمرو على التليفون. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. يلا انا عايزك بقى تسأل بقى تامر عاشور كده سؤال حلو كده. ان شاء الله باذن الله. سامعني؟ بص يا عمرو، انا عايز اقول لك على حاجه بس. انا يسعدني جدا ويشرفني ان انا اشتغل معاك باذن الله في الالبوم اللي جاي. وانا بقول يعني في الالبومين اللي فاتوا انا ما كنتش شغال مع عمرو مصطفى، بس ان شاء الله في الالبوم اللي جاي هنشتغل مع بعض باذن الله. عمرو تحب تسأل تامر سؤال؟ انا في الاخر لسه كلنا هي مع بعض. عايزين لسه نبقى المفروض القدوه اللي تخلينا كلنا بعيد واحد. طبعا يا عمرو، طبعا يا عمرو. او ده والله طبعا. ده كلام حلو، ويا ريت كلنا نتحد مع بعض في لحظه عشان الناس ان هم يقلدوا. وكمان عشان تطلعوا لنا بقى حاجة من الحاجات العالمية بقى يا عمرو. ان شاء الله. طب يا عمرو عايز اسألك على حاجة، انت تعليقك ايه على اللي حصل مع تامر في روتانا؟ بيحصل مشاكل الانتاج عموما مش دايما في الزمان عايز قبل كده برضه معاك وما اللي احسن هو يقتل دلوقتي. طبعا ده احسن طريق دلوقتي يا عمرو صح. مفيش. طيب يا عمرو بشكرك جدا على المداخلة ديت، وان شاء الله يا عمرو تبقى معانا قريب بقى زي ما اتفقنا بإذن الله. بإذن الله ومرة ثانية وإن شاء الله تفتح بإذن الله. الله يبارك فيك، ربنا يا يخليك عمرو يا تليفونك يا عمرو. ربنا يخليك يا عمرو. باي باي. نرجع تاني بقى لمستمعينا وناخد آرائهم من على الصفحة بتاعت البرنامج عندنا، والمرة دي على صفحة الراديو. في علي إبراهيم بيقول لك ازيك يا تامر، وبحب أذكركم إن النهاردة زي النهاردة من 3 شهور كانت جمعة الغضب، وبالمناسبة ديت لازم تسمع أغنية يا بلادي العزيز الشافعي. تعليقك ايه الأول الأغاني اللي طلعت الثورة وكل حد طلع قاعدة في اتهامات طلعت إن الناس عايزة تركب الموجة، ناس عايزة محصلين يا عم. بالظبط. في ناس بتقول لك لا اللي عمل قلبهم أغنية للثورة ده عملها من قلبه، هو بيعرف يغني ما بيعرفش يغني، سيبوا الناس تعبر يعني. ما لهمش دعوة هم مين يغني ايه ولا ايه وحش ولا ايه حلو. الناس بتعبر وخلاص. يعني كل واحد بيعبر، الناس بتعبر وخلاص. بيكتب واللي بيغني واللي بيلحن حاجة للثورة. بالظبط. طيب انا عايزك بس تحكي لنا ذكرياتك مع الثورة وفترة الغضب ومحلات كتير جدا على الكبدة. انت كنت من ضمن الناس اللي كانت بتشارك في اللجان الشعبية، وطبعا احنا عارفين ان كل لجنة شعبية كانت تبقى ليها انا هقول لك كمان تامر عنده الدنيا هو خلط المعطم يعني. هو انا مش عايز بس يعني ايه عارف اللي هو يطلع يقول لك انا بقى كنت في الثورة وانا بتصور هناك وكنت ماسك الخشبة وقاعد وبتاع. انا كنت زي اي حد خالص. انا نزلت التحرير 4 ايام مثلا او 5 ايام. اللجان الشعبية دي مش عمل بطولي يعني عشان اتكلم عليه، بس هو حاجة كل الناس عملتها، فانا ما كانش ينفع اقعد في البيت يعني. وقعدت مع اصحابي في الشارع عندنا في المنطقة. طب عايز اقول لك برضه ان هو عمل بطولي فعلا، لان الناس انا اللي بتكلم اللجان الشعبية مش حاجة زيادة على اي حاجة. لخطر رهيب جدا. احنا كنا نواجه بلطجية في الشارع. انت اكيد الناس كلها اللي كانت واقفة في اللجان كان كله لا هو مثلا بيعرف يعني. ساعتها بنخرج كلنا بره جوه وظيفتك وناس كتير جدا ما كانتش بتعرف الاطفال اللي ماسك السكينة واللي ماسك الوقت واللي واقف السكينة بالظبط. كلهم كانوا بيعرفوا والبنات اسمه مبرد المنكير اللي نزل
لا لا زعل البنات بقى، البنات تزعل مننا هاي. فالناس كل واحد عبر بطريقته عن الثورة. انا نزلت التحرير، استفدت من سواء إرادة، سواء عزيمة، سواء رأي، سواء تمسك برأي. بس انت كنت طالب ليه؟ لأن الناس دول كانوا، أنا ما كنتش مختلط بحد ولا كنت بنزل مع حد ولا أي حاجة. كنت باخد نفسي كده وانزل اروح التحرير، اقعد مع شوية ناس يعرفوني ونقعد مع بعض. ما كنتش ولا بختلط بفنانين، انا مش نازل فنانين ولا بختلط بناس يعني انا في حالي. رحت كذا يوم، بعدها رجعت تاني الموضوع اللجان الشعبية. بعد كده روتانا. طب ايه موضوع الكبدة ده معاك؟ كبدة ايه؟ اشمعنى ان انت بتاكل كبدة في الله؟ انا باكل اي حاجة الحمد لله. كل حاجة جدعان قوي. انت كنتاكي وكده ولا ايه؟ لا مفيش كنتاكي ايه، لا مش كنتاكي. طيب خليني اسالك على حاجه. يمكن فتره الثوره واللي حصل دوت، في ناس كتير جدا كانت ليها اراء، اللي مؤيد والمعارض، كل واحد كان ليه رايه، وطبعا احنا لازم نحترم كل الاراء طبعا. عايز اخد رايك في فكره القائمه السوداء اللي ظهرت، وان هو فلان ده كان ضد فانا يبقى مش هسمعه تاني، فلان ده كان ما اعرفش بيأيد مبارك فانا مش هقطعه، يعني الحاجات دي كلها. انت ايه رايك؟ اكيد انت برضه ممكن يكون ليك وجهه نظر، ممكن تكون مؤيد ليها او معارض، يعني خلينا نعرف منك. هو في الوقت دوت كانت الناس كل واحد عنده رأي، خايف يقول ان هو عايز طب انا بحب مبارك، يعني خايف يقولها. واحد بيكره مبارك يطلع يتقال خطاب يقول لك طب انا تعاطفت مع مبارك والناس دلوقتي هتحبه ولا بتكرهه. قائمة سوداء وقائمة بيضاء، الناس دي زي ما انا قلت قبل كده جالهم تضارب في الافكار من الاعلام. الاعلام ما كانش مظبوط تماما. الناس دي جالها تضارب افكار وطلعوا بكل مشاعر يقولوا ان الرئيس لا يا جماعه ما تعملوش في البلد كده، ما تعملوش ما اعرفش ايه. دول ناس هيعملوا عمل كويس، الناس هتسمعهم. دول في القائمه السوداء، الناس هتسمعهم وهتتفاعل معهم جدا. والعكس لو القائمه البيضاء عملت عمل مش كويس محدش هيسمعهم، مش هيتفاعل معاهم، لان في الاول وفي الاخر ده فنان وبيقدم فن، ولا هو هيشترك في السياسه، ولا هو هيبقى معرفش وزير ايه ولا الكلام ده. بس ده رأيي في القائمة السوداء والقائمة البيضاء. كلمني بقى عن فعل الشهيد. رحت غنيتها في ميدان التحرير وكان شعورك ايه؟ انا ما رحتش غنيتها في ميدان التحرير، انا نزلت ميدان التحرير، يعني زي ما تقول خدت الحالة من ميدان التحرير وعملت الأغنية. كنت المفروض هغنيها بقى في جمعة النصر اللي هي بعد التنحي تقريبا بقى كتير راحوا العتيلي ورامي جمال. كلنا بتاخد، ما حدش طلع على الاستيج تقريبا، كان الموضوع مفيش تأمين وما حدش طلع على الاستيج. بس انا رحت في اليوم دوت. بس بعد كده بقى عملنا لها مونتاج وبعناها على كلمات الجميل عمرو يعني. كلمات عمرو يحيى طبعا. غريبة بقى ان انت شاركت في كلماتها. كان عندك حالة، كان في حالة جواك حابب توصلها وكده؟ والله انا شاركت في الكلمات بالرأي. يعني هو في الاول وفي الاخر اشتركنا انا وعمرو، قلنا نكتب ايه فيها، هنعمل الجزء ده ازاي، هنعمل الجزء ده ازاي. خلصت بالشكل اللي احنا في الاخر سامعينه. يعني ما كانش فيه يعني كان هو عنده رأي في حتة فقلناه، وانا عندي رأي في حتة فقلته. ده خلى الاغنية تطلع بالشكل ده. طب ايه رأيك لو تسمعنا؟ طبعا. سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توفينا احنا بيه، قال خلي بالكم من البلد دي واوعوا تنسى انا مت ليه. سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توفينا احنا بيه، قال خلي بالكم من البلد دي واوعوا تنسى انا مت ليه. ومعاكوا يا مصري شايلين حلم التغيير، وتحية لسينا سويس والإبن وبحري وللتحرير، مع بعض مسيحي ومسلم هنجيب حق الملايين. ما هو صعب ان الغلبان يتهان وصحابنا تنام في حرير. سامع برنامج مشاهير.com معانا ومنورنا، والله العظيم انا مستمتع جدا بالحلقة معاك يا دامر. نروح ناخد تليفون ونقول الو. عرف بيك الاول، اسمك ايه؟ ميرنا؟ مجنونة
مين تامر عاشور؟ لسه كنت عمال اكلمهم في الحته ديت دلوقتي. بعد الشر عليك في الجنان يا ميرنا. ميرنا الاول عندك كام سنه يا ميرنا؟ 21 ويعني كبيره ومدمنه تامر عاشور. ف ايه تامر؟ شايفه وشك احمر وبتاع. لا انا عايز اقول بس للمستمعين ان تامر وشه احمر دلوقتي وكده وكتف وحاط ايده على وشه وهيطلع بره ويسيب دلوقتي. ازاي كده؟ ربنا يخليك يا ميرنا، ربنا يخليك والله، ده يشرفني وحياة ربنا. قولي لي يا ميرنا، سمعت الالبوم الاخير ليا نظره ولا لا؟ طبعا سمعت من زمان جدا. سمعت قبل ما ينزل ولا ايه؟ وهي اكتر اغنيه عجبتك فيه ومن غير ما تقولي كلهم يعني؟ طبعا كفر. الله عليك، ربنا يخليك يا ميرنا، ربنا يخليك. طيب ميرنا تغني ايه طيب مع تامر؟ تغني ايه مع تامر؟ ممكن يغني لك مفهوش غلطه، دي مسموحه بيها دلوقتي يا ميرنا. حاضر اغنيها لك. مفهوش غلطة اغنيها لك؟ اغني لك مفهوش غلطة؟ اوكي. حاضر. حاجه ثانيه قبل ما تقفلي، حاجه ثانيه تحبي تقوليها لتامر؟ اتفضل. ربنا يخليك. حاضر بعد الاغنيه يا ميرنا هنجاوب على دوت. الله عليك يا ميرنا. شكرا جزيلا. طب ايه نسمي نفسنا كلنا تامر ولا ايه؟ انا عايزك تجاوبني على الموضوع ده. لا والله لا والله، ربنا يخليها يا رب. تامر بتحبني من قلبها يعني، واضح. فانا انا عايز اقول لك ان هي كانت كاتبه سؤال وكنا لسه هنقراه دلوقتي مع حسام فيديو، حاطه صورتك كان صورتها طب قول لي السؤال عشان اجاوبها. هي اول عايزك تغني لها مفهوش غلطه. حاضر انا. لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت، وازاي بجد انا افكر اشبه حد من الناس بيك، عشان انت بالنسبة لي حاجة صعب تيجي في بالي، وانا لو سرحت الفين بخيالي ما كنتش هوصل لي. كانت بتسألك مرتبط مش مرتبط، بس انا هخرج من السؤال ده هروح لمواصفات فتى احلام تامر عاشور. فتى احلام فتاة احلام. طبعا معلش فتاة احلام والله. لا يعني زي اي حد يعني، كويسة بنت ناس محترمة يعني، مش حاجة يعني، مش مطلوب عروسة يعني شعر اصفر وبتاع. طيب خلينا تيجي برضو على الفان بيج بتاعتنا. في ناس كتير بتتواصل معاك. في مروة بتقول الله حلوة قوي اغنية الشهيد، لا بجد صوت موهوب ومش واخد حقه كما يجب. ربنا يخليك. في معانا بقى بما اننا احنا مكملين مع البنات، ادي ميرنا وادي مروة وفي ميرو عاشور، مسمية نفسها كمان ميرو عاشور. اسمع بقى معاك. قول. بتقول لك حياتي I love you so much بجد، احسن مغني في الدنيا واجمل صوت. انا بكون مبسوطة قوي لما بسمع صوتك والله، ونفسي اسمعك وانت بتغني بيت كبير حالا حالا حالا. وعندي سؤال، هو لو انا عايز اشوفك اعمل ايه؟ كنت تعالي. كنت تعالي مفيش ليه. بجد هتجنن وهشوفك. وبتقول لك بقى يعني كومنت كبير بموت فيك يعني بشكل كبير جدا، بموت فيك يا تامر يا عاشور، وعامل لك قلوب بقى وشارك جدا فيك. تامر هيعيط يا انا في اول حفلة والله هعلن عنها في البيجز كلها يعني، ان كل الناس تحضر، وان شاء الله هنشوف بعض يعني. ميرو حضور ميرو عاشور هتقول لك حضور يعني، هيبقى حضور مجاني فور فري. حسب بقى الحفلة نفسها، بس اول حفلة انا يعني هقول لكل الناس. هل تامر يعني حاطط تراك اللي انت هتتجوزها يعني او هتحبها او كده يعني ممكن تبقى معجبينك يعني، ممكن تبقى معجبينك والله انا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي تماما، بس هو كل الحكاية ان زي اي حد زي ما قلت لك، انا بنت ناس محترمة بس شرط. تامر انت بسألك على حاجة، يمكن ناس كتير من النجوم بيحاولوا يعملوا خط احمر بين حياتهم الشخصية وما بين جمهورهم والاخبار والصحافة والكلام ده. يعني الشخص مثلا انت مرتبط بيه بتحاول ما تقولش اسمه، بتحاول مثلا ما حدش يبقى عارف اسرتك مين، باباك مامتك واخواتك، الكلام ده كله كان هم الحفاظ على اثار ان ده يعني مهما كان انت برضو
النوع اللي بتحب دوت، ولا ممكن تبقى مثلا لو في مناسبة مثلا عيد ميلادك او عيد ميلاد حد من اخواتك او مثلا حاجة زي كده، ان ده الحدث ده يتصور وينزل في الجرايد والناس تشوف؟ لا بتحب ده تقرب الناس الجمهور منك قوي للدرجة ديت، ولا انت حابب يبقى فيه خطوط؟ لا، الحياة العائلية حاجة والحياة الشخصية حاجة. الحياة العائلية طبعا دي ما بيبقاش حد متدخل فيها تمام. الحياة الشخصية إلى حد ما لو هيبقى في سؤال ممكن لازم يتجاوب عليه عشان الناس يعني يبقى فيه راحة نفسية ليهم أو أجاوب، بس مش أكتر يعني. تمام. انا عايز اقول برضو شهادة ان انا رحت عند تامر في بيته وعملت معاه حوار وبصراحة قابلني احسن استقبال، وشربني احسن ينسون عصير انا فاكره. وكان يعني البيت متواضع جدا في اوضته. مش عايز اقول لك هو عامل ايه في اوضته، يعني هتلاقي الفيديو وهتلاقي الشغل اللي بيعمله وحاجات كده كتير. بالظبط. فانا برضه دي شهادة في حقه لازم ربنا يخليك. طيب خليني تامر برضه تدخل حاجة مهمة جدا يمكن ناس كتير بتحاول تعرفها. يعني بعض النجوم بيبقى لهم شروط معينة في فكرة الحفلات، مش حفلات اللايف، يعني ممكن حفلات الناس برضه نتكلم فيها، لكن حفلات أعياد ميلاد، حفلات زفاف، حاجات زي كده بتبقى حاطة شروط معينة ان هي مثلا عايز تطلع في تارجت معين، في فنادق معينة، في أماكن معينة، مش أي مكان تروحه، يعني مثلا مش تطلع في عيد ميلادي أنا شخصيا يعني، ولا عيد ميلاد؟ لا، حفلات أعياد ميلاد، حفلات زفاف، حفلات خطوبة، تبقى حاطط شروط معينة، تارجت مثلا معين للفندق اللي هيبقى فيه الفرح، مستوى معين من الناس تتعامل معاه، ولا ده مش في حساباتك؟ لا عامة مفيش حد بيبقى بيتفق مع مطرب مثلا معروف أو مشهور، بيبقاش هو نفسه مبيبقاش موفر الشروط لنفسه. لان في بعض الاشخاص مثلا ممكن تبقى عامله فرحها مثلا في مكان عادي، مثلا في بيت او في الشارع، بس هو معاه مقتدر يقدر يجيب الفنان اي مكان. لا ما اظنش انه هيعمل فرح في البيت وهيقدر يجيب فنان. لو في حاجه في حاله يعني، لو في مجامله او حاجه او في اي مكان انا ما بعترضش. جميل هجيلك انا لو في مجامله يعني، او اي حد من قرايبي او صحابي او الناس اللي انا بشتغل معاهم ما بتاخرش يعني. طيب لو مثلا حفلات لايف ليك مثلا شروط معينة تبقى بشكل المسرح عامل ازاي، المكان، الكلام ده كله؟ أكيد. هو ده عامة بيبقى تقدير من صحاب الحفلة نفسهم، ان هم عارفين مين جايلهم سواء انا او غيري يعني. بيرتبوا بقى موضوع الصوت والستيج والحاجات دي كلها. طيب تامر خلاص، ان احنا فاضل لنا بالظبط 7 دقايق، فهناخد بس كام كومنت كان على الفان بيج بتاعتنا. في احمد بيقول تامر اختي هاديه وطيبه وبنت ناس طبعا، ايه رايك؟ يعني بيحاول يبقى لك عروسه. يا احمد وصل الرساله لتامر، ازيك يا تامر، انا محمود وبحبك قوي، بس انا زعلان، يا ريت يا تامر تنزل لنا البوم كل سنه، انت حد ما فيهوش غلطه، ويا ريت تغني لي اغنيه متبعه. في كمان مودة بيقول قلب الفرحة عشان السؤال اللي ترد عليه. معلش والله انا بعتذر لك، الحقيقة ان في اسئلة كتير بتيجي فانا مش عارف انت سألت ايه بالظبط. هو برضه ايه هو السؤال، مش عارف الحقيقة سؤاله كان ايه. تيجي ناخد تليفون؟ اتفضل. مش عارف هنقدر ناخد تليفون ولا لا؟ ناخد تليفون. طيب هناخد تليفون، ده هيكون تليفوننا الاخير، نقول الو. الو. ارجوك ابعد عن الكمبيوتر. مين معانا؟ تعرف بيك؟ متعرف بيك؟ نعم؟ جيمي؟ اهلا بيك يا جيمي، انت معانا على الهواء. لا هاني معاك وعاني. اتفضل تامر معاك على الهواء، تحب تقول له ايه؟ الحمد لله تمام. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ما أكتر معاك في حكاية ايه؟ الصور؟ مش فاهم. هو ديزاينر يعني وعايز يعمل لك صور وعايز يعمل لك. لا ان شاء الله في قريب جدا هينزل صور جديدة وانت خدها اشتغل فيها براحتك. ماشي يا جميل، فرصة سعيد. نورتنا يا جيمي. انا عايز اقول برضه ان احنا ضغط كتير جدا علينا، واحنا المفروض من 9 عشان برضه نقدر نتواصل مع الناس ونقدر نرد على كل اتصالاتهم. ناخد على الصفحة. طيب خلينا بقى نسمع اغنية، طبعا احنا يعني الوقت بقى اطول شوية، نسمع حاجة منك تحب تسمعنا ايه؟ هسمعك بيت كبير كلام عمرو يحيى والملحن
توزيع احمد ابراهيم، وهديها للاستاذ هاني عزب للي يخص الاستاذ هاني عزب. انت عارف فيها رقاب وممكن يعني ناخد دلوقتي. ربنا يخليك يا تاني. انت اللي خدت قلبي من زمان ومن اللي فيه، خدت قلبي لدنيا تانية احلى من اللي حلمت بيه، احلى عمر انا عشته جنبك والحنان عندك كتير، هو في كده زي قلبك لسه في الدنيا خير، عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا كيف، انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت بهواك، انا ليا مين غيرك حبيب عمري، يا ما عشت اتمنى قبلك ياللي زيك مش كتير، مش مجاملة عشان بحبك، ده انت ليا حاجات كتير، هي كم مرة هقابل حد بيحب بضمير، حد عاش عمره عشانه قلبه ليا بتكبير. عاشور على راديو السابع. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بعد ما مدينا وقتنا من 11 ل 11 ونص. طبعا بنشكر تامر عاشور على تلبية طلبنا دوت، واحنا بجد سعداء بيك ومش عايزين اللقاء يخلص. خلينا ناخد تليفون معانا مدلين على التليفون. انت الخير يا مدلين. مدلين تامر معاكي، يعني شوف انت عايز تقولي له ايه، هو معاكي على الهوا. ازيك يا مدلين؟ ربنا يخليكي بوجودك والله. ربنا يخليك يا رب يا مدلين. ميرسي والله، يا ربنا يخليك يا مدلين. ميرسي جدا بوجودك. مدلين تحب تسمعي ايه من تامر؟ انا لسه مغنيها من شويه، لو عايزه تسمعي حاجه تانية. حاضر عينيا. فاكر اول مرة سمعت فيها تامر عاشور الحكمات دي؟ فاكر اول ذكريات؟ وايه اكتر اغنية من اغاني تامر عاشور بتحبيها يعني؟ مدلين من فضلك، مدلين مدلين من فضلك ابعدي عن الكمبيوتر. اوكي خلاص، هو دلوقتي هيغني لي مدلين دلوقتي. تختاري زي ما اختاري لك بينه ضاع واختاري لك اغني بين ضاع. حاضر تمام. نبتدي على التليفون. اغنيها لك. حاضر هنسمع مع بعض. بين ضاع برضه بالمناسبه كلمات عمرو يحيى والحان احمد عمار. عايز اقول لك حاجه. اتفضل. معلم لان هو فنان بجد، هو واحمد عمار طبعا. هم دوتو محترم جدا، انا بحب اشتغل معاهم، وان شاء الله في الالبوم اللي جاي اللي بعده نشتغل مع بعض كتير باذن الله. بين ضاع. خايف قرب جاي علينا سمعوا من بعيد، جاي يكسر أحلى مدينة وعيش بعدي وحيد، هو اليوم اللي احنا حبيبي ما عملناش حسابه، كل
كل ما عيني بتيجي في عينك برجع بالزمان وافتكر الكلمة اللي ملتنا بالشوق والحنان ترجع تصعب نفسي عليا قلبي يزيد عذابه حلمنا بكل حاجة إلا ده ما حلمنا بيه عمرنا مرة ما قلنا إن شوقنا تروح عليه والحلم اللي بدايته بحبك تبقى نهايته وداع قلنا هنفضل طول أيامنا حسبنا العاشقين كان حلم إني أموت وأنا جنبك بعد سنين جايين بس الحلم في لحظة اتغير ولا باين ضاع. الله عليك يا ربنا يخليك. نرجع تاني وناخد من على الصفحة عندنا. خلينا بس اهم حاجة حودة، لان حودة بجد احنا اسفين جدا لان انت بتكتب الكومنت بتاعك وسؤالك بس للاسف بيجي عليه كومنتات كتير فحاجات كتير بتروح. سؤال محمود كان بيقول هو ممكن تألف اغاني زي كل يوم اللي من تأليفك، وبيقول ممكن تعمل المؤلف جامد زي ما هو المغني جامد، وعايز اعرف كمان ممكن تعمل ألبوم ديني. حودة شاهين فانا تامر ممكن تعمل ألبوم ديني طبعا لو او حتى دعاء سانج لو لقيت فيه فكرة برضه جديدة، لان هو الديني عشان الواحد يتناول موضوع ديني محترم لازم يكون فيه برضه فكرة جديدة، مش شرط عشان هو ديني يبقى كله دعاء يعني لازم يبقى فيه برضه تناول لفكرة جديدة. اما ان انا موضوع ان انا اكتب تاني، فلو صدفت برضه معايا ان انا اكتب او جه معايا كلام كده زي كل يوم ذكريات، فاكيد مش هتردد لحظة كل يوم من اولها لاخرها. على فكرة دي اغنية زي ما بيقولوا جحدة قريبة جحدة قلبين يعني جامدة اخر 3 حاجات جامدة دبابة دلوقتي. بس انت فعلا كانت بتمر مثلا بالمود دوت طلعت منك بالشكل ده ولا كانت مزيكا عملتها فحطتني في المود ان انا اكتب كلام دراما تصف عليها خلاص ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الحب. هل ده كان هدف البداية ان انت عايز تخش قلوب الناس بحاجة دراما، حاجة تقتل وتقطع وكده، ولا كانت لا والله بالصدفة، كانت بالصدفة. بس هي يعني في وقتها انا عارف ان الناس بتحب الاغاني الدراما بس ما كانش ده تخطيطي يعني. طيب خلينا تامر نرجع للسامبل بتاعتنا. مها ميمو بتقول بجد انا مش مصدقة وداني اني سامعاك. تامر عاشور انا بحبك قوي وبعشق صوتك يعني من الاخر انا مجنونة بيك بجد، منور الدنيا كلها. ربنا ما يحرمنا من صوتك، ما شاء الله صوتك جميل واحساسك رائع. انت انسان محترم ومحبوب من الناس كلها. ربنا يوفقك يا تامر وتعيش وتمتعنا باغانيك وذوقك الراقي في اختيار الكلمات واحساسك اللي بيوصل لقلوبنا لحظة لما بنسمع صوتك. بتقول بليز اقروا الكومنت بتاعي بليز. انا قريناه. تامر يعني الالبوم ما شاء الله عمل شغل حلو الحمد لله مع الناس وكده. هل الكليب اللي انت هتصوره الفترة اللي جاية، خاصة ان في مشاكل ما بينك وبين روتانا، انا كنت عارف ان انت في مشارك الانتاج ببعض اغاني اغاني التانية من روتانا، يعني اول حاجة استقريت على الكليب اللي لا والله لسه ما استقريتش على الكليب اللي هصوره، بس اكيد لما هاجي اصور اغاني هصور الاغاني اللي انا انتجتها. وده برضه كان نفس السؤال على فكرة. محمد اللولي بيقول يا برنامج جميل قوي وتامر منور، واساله هتتوقع لمين الفترة المقبلة وهو الكليب ايه من الالبوم، ودي رسالة تامر وكمالة الرسالة. تامر عاشور انسان محترم قوي وشخص جميل وصوته واحساسه جميل قوي. انا بحبك قوي ويا ريت تجيب لنا اسيوط وتعمل لنا حفلة مع تحيات محمود مصطفى مشرف قسم الكليبات في رابطة عاشور لافرز يا تامر. اجمد ناس ان شاء الله، اجدع ناس يا عم مصطفى ان شاء الله من قريب. وكليب انا لسه ما استقرتش التوقيع ان شاء الله في كذا عرض وانا يعني بدرسهم كويس واحسن عرض ان شاء الله يعني. طب بالنسبة هعلن عنه قريب. بالنسبة للكليب يا تامر، انت قلت ان انت في حاجات معينة هي دي هتختار ما بينها، هل تحب تقول اسامي الاغنيات اللي انت هتختار ما بينها؟ لا لسه انا عندي بعض اغاني هي دي اللي انت تختار ما بينها. دي اللي يعني 5-6 اغاني هم دول اللي هيختار منهم واحد بالظبط.
بيطرحوا التساؤل ده على معجبينهم ان هو يا جماعه تحبوا اطور ايه يعني هو ده السؤال اللي عادي يتفقوا مني على فكرة. ماشي عارف. من على تاني. فعلا بعمل كده، حتى عملت كده انا من 3-4 سنين، يعني عملت كده في حد بيحب ولا عملت في حد بيحب، وساعتها هم اختاروا اغنية انا صورتها، وبعد كده الاغنية الثانية صورتها، بس في ناس يا تامر بتشتكي ان انت كليباتك قليلة. كليباتي قليلة على ايه؟ على يعني لا لما يبقى ليه عدد البومات كتير لازم يبقى ليه كليبات كتير، لكن لما يبقى ليه البومين عايزين نخرج ليه نظرة بره الموضوع، لان هو لسه نادي. فهنتكلم على حد بيحبه كل يوم مثلا ذكريات، فهنقول ان انا عملت من ذكريات لحد حد بيحب عملت 3 كليبات كلموه عني وكان داخل فيه كل يوم، وعملت تسلم وعملت حد بيحب. مش ايه حد هو المشكلة بس في ان الكليبات الناس بيجيلها طبعا الكليبات قليلة، ان الكليبات محبوسة في سجن روتانا اللي هو روتانا تورا. ما بيخرجوش كليبات خالص براهم، واخد بالك، وزيادة على كده ايه ان هم ممكن ياخدوا كليبات من بره، يعني يذيعوا كليبات ناس بره، لكن كليباتهم هم ما تروحش لحد خالص. طيب تامر على حاجة فكرة الفنان الكشكول اللي هو بيألف وبيلحن وبيكتب وحاجات زي كده ويمثل كمان، فقول لي الفكرة نفسها ايه رأيك فيها، وهل انت ممكن تمثل ولا لا، وهل تعرض عليك ولا لا؟ والله انا اتعرض عليا كذا، يعني اتعرض عليا كذا حاجة في التمثيل، بس انا يعني رفضتها عشان هي ما كانتش مناسبة. بس انا في الفترة اللي جاية ان شاء الله ما كانتش مناسبة حاليا دلوقتي في ورق. وقتها ما كانش مناسب ولا الدور نفسه ما كانش مناسب. دلوقتي حاليا انا معايا ورق بفكر فيه كويس، وان شاء الله بدرسه كويس، ولو في خير ان شاء الله هعلن عنه قريب. وما تضحكنيش يا عم. يا جماعة احنا كل الموضوع ان احنا جالنا ضيوف بره معجبين الفنان تامر عاشور، يعني بيبقى حاجات زي كده. فانا والله يعني الفترة الجاية ان شاء الله لو هستقر على الورق اللي انا بقراه ده هعلن عنه في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. فكرة ان انت تغني تترات واغاني افلام وكده، هل دي مطروحة عندك الفترة اللي جاية؟ طبعا جدا. خاصة ان انت تجربتك هتعدي نجحت وعملت شغل كبير جدا. الحمد لله. يعني انت ممكن تشوفها ان هي تبقى 30 يوم في رمضان ممكن تبقى كتير وكده، ولا لا انا ولا مستني حاجة كويسة يعني؟ مستني برضه نفسي. بص هو اي عمل انا لا يعني بدخل فيه بحاول ان الموضوع اتأنى فيه جدا في اختيار كلماته ولحنه، سواء العمل ده هيتذاع فين او انا هروح فين، يعني بتأنى فيه جدا، وفي الاخر خالص بقرر اذا كنت هعمله ولا مش هعمله. تتر رمضان، تتر مسلسل عامة بره رمضان، برنامج فيلم، ده بيتطلب وقت بس للتأني مش حاجة. هل تامر انت لو دخلت فكرة يعني تمسك عمل تعمل له موسيقى تصويرية، ده موضوع سهل ولا بيبقى صعب ندي العيش طب انت فكرتك يعني؟ لا مش سكتي، يعني مش سكتي، انا مش فنان شامل، يعني انا بغني وبلحن فخلاص. في ناس بقى بتعمل موسيقى تصويرية وفي ناس الفترة الحالية فترة يمكن انتفاضة بشد انتفاضة او خلاص على وشك انتفاضة ثالثة في فلسطين، وانت كنت مغني اغنية لفلسطين، ايه رأيك نسمعها مع بعض؟ حاضر انا معلش يا فلسطين انا عربي ومش هرتاح، لا مسيحي ولا مسلم ولا باشا ولا فلاح، يرضوا بدم الصغير والكبير يا خسارة راح، وصهاينة في عيشة تانية كله فاكر ده انتصار، خليكوا صغيرين بلاش تعندوا في الكبار، والجزمة مش هتغلى وكل ده في وش القرار، يلا يا عربي اصحوا الدعوة دي لينا، يا رب شتتهم وفرقهم وقوينا، يا رب صبرنا علي الأمل فينا، وبحق كل شيء
إلهي تنصرنا وتمحيهم. ولسه مكملين معاكم مشاهير دوت كوم مع هاني عزب وعلي الكشوفي، ومنورنا داخل الاستوديو الفنان الجميل تامر عاشور، ومعانا تليفون. الو الو، مين معانا؟ ايوه انا لبنى. ازيك يا لبنى، اخبارك ايه؟ الحمد لله. لبنى الاول بتكلمينا منين؟ لا، منين؟ من عارف. من المعادي. عندك كام سنة؟ انا عارف كله. انا مراتك كام؟ ازيك يا لبنى، اخبارك ايه؟ لبنى معاكي تامر، اتفضلي. ازيك يا لبنى؟ كله تمام؟ ربنا يخليكي بوجودك. الصوت فيه مشكلة. تليفون بطل. يلا. طيب معلش حاولي تاني يا لبنى تكلمينا. الفان بيج بصراحة مولعة، يعني الناس كلها بتشكر في صوتك وفي اغانيك. معلش يا فلسطين تأليف برضه. معلش من كلامي فعلا. دي من الحاجات اللي انت برضه مؤلفها. طيب كلام ولا توزيع اكتر. انا بتبقى سهل ليك يا تامر ان انت يعني يجيلك الاغنيه تلحنها، بتبقى سهل ولا يعني تسمع الاغنيه الاول وتلحنها الاسهل ليك، ولا اللحن يجيلك تحط يبقى تعمل اللحن وتحط عليه كلام؟ بس يعني وانا بغني مثلا لا يعني حسب الحال، يعني مثلا لو الكلام جاي لي خلصان كله حال على بعضه كده فبشوف له لحن. لو اللحن جاي حاسس انه في حاله من انواع الاكتمال كامل يعني ما فضلوش غير الكلام، بختار الشعر المناسب فبقى على طول بقى. واضح ان لبنى رجعت تاني. لبنى الو، كملي، تامر معاكي اهو. ازيك يا لبنى؟ الحمد لله. لبنى عندك مشكلة عندك في الاتصال. ايه؟ في صوت، في مشكله عندك في الاتصال يا لبنى. لبنى سمعت الالبوم الاخير ولا لا؟ ايوه انا. اكتر اغنيه عجبتك يا لبنى؟ ايوه بعدين. وليه بعدين؟ ايوه. تحب توجهي رساله تامر معاكي على الهوا وسامعك، تحب توجهي له رساله او تحب تقولي له اي حاجه او اي تعليق عندك، اي كومنت او تامر معاكي على الهوا؟ اتفضلي يا لبنى. ايه تاني؟ ازيك؟ احنا اغنية حاضر عينيا. وليه بعدين؟ حاضر يا عينيا. لبنى تابعيني يا لبنى، وميرسي جدا على اتصالك يا لبنى. بشكر لبنى طبعا، هي عندها مشكلة في الاتصال، بس ان شاء الله تسمعنا كويس وتسمع الاغنية. وليه بعدين دلوقتي احسن ننسى بعض ونبقى تاني اتنين، بعد ما كنا قلب واحد يلا نبقى اتنين، نبقى اتنين. كفاية عليك وقتك اخدته وانتهينا ومش هخبي عليك، حبك في قلبي بس عمري ما بتانى نانيك، خسارة فيك. في الفان بيج بتاعتنا محمد سليمان بيقول لأحمد أحب أسأل تامر هو ليه ما بقاش يلحن للمطربين زي الأول؟ والله يا احمد انا كنت موضوع اللحن ده انا كنت شغال في ألبوم حد بيحب، وصدفة بس ان في شوية الحان عجبت مطربين زمايلي فهم خدوا مني الالحان ديت، ولذلك انت خدت انطباع ان انا كنت بلحن في الاول، وانا في الاول كنت بغني. ألبوم حد بيحب انا عامله من 3 سنين وكنت بجهز له من قبليها ب3 سنين، فعشان كده انت خدت انطباع الملحن. لكن في زمايل ليا ما اقدرش اتاخر عنهم طبعا في اي حاجه خالص، بيطلبوا مني لحن بعمله فورا. تامر انت لحنت لكبارات نجوم الوطن العربي بلا خلاف. الفنان محمد فؤاد كانت طيب عامر منيب مش هقول لك، حلمي عبدالله ما بقاش، شيرين خلتني خاف، في أصالة فضل شاكر الله أعلم، في فضل شاكر الله أعلم، في أصالة بقى طبيعي عليا، بتهددني ببعدك لشذا، ألحان لسلسلة طويلة من النجوم في الوطن العربي. أكتر نجم حبيته، أكتر نجم لو طلب تامر عاشور الملحن تامر عاشور هيكون موجود مين؟ شيرين عبد الوهاب. انا بحترمها جدا بقى كده احيانا بالظبط. انا بقى يعني شيرين بتغني الاغنيه ببقى عايز اعمل، هي بتغني الاغنيه مش زي ما انا عايز بقى، لا بتطلعها احسن بكتير، يعني بلاقي الاغنيه راحت في حته ثانيه خالص غير اللي انا كنت عايزها، ارقى
حلوة حاجة عشان غير ان انا وهي اصحاب يعني. هل ممكن في يوم ده وبينك وتشيل؟ يا ريت والله، اتمنى يعني لو جت فكرة كويسة عجبتها. انت اصلا بتحلم تعمل كده مع حد؟ هو مش موضوع حلم، هو الموضوع فكرة الأول، يبقى في فكرة بعد كده احنا نبدأ نكبرها بقى، سواء يعني سواء شيرين هنتفق ان انا وهي ان احنا ممكن نعمل ديو، يبقى في فكرة معينة نمشي عليها، غير بقى ان واحد حب واحدة واحد حب واحدة واحد. طب ايه رأيك لو ينفع نسمع حاجة لستريم بصوتك؟ في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم، في حد لو سابه اللي ظلم يبقى هيموت من ندم، خلتنا خاف على حبي ليك أكتر ما خاف على نفسي منك، خلتني ارتاح للعذاب وانا بين ايديك علشان بخاف من عذابي في بعدي عنك، وقفت حياتي عليك وبس وكأني بفرح لو لقيت قلبي اتظلم. عندنا طلب تاني على الفان فيديو والمهندس محمد صالح نفسه يسمع الله اعلم بصوتك. الله اعلم طبعا. الفنان الكبير فضل بشاكر. بالمناسبة خلتني خاف كلمات هاني عبد الكريم، توزيع احمد ابراهيم، الله اعلم، كلمات ايهاب عبده والحاني وتوزيع هاني يعقوب. الله اعلم إن كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة، وفاضل دقيقة وخلاص هتمشي وتنساني، كدبت عيني بينك وبيني مش مصدق إني دي النهاية وآخر الحكاية هتروح مش راجع لي تاني، وعلى عيني ببكي عليك عيني وانت كده سايبة، يا ناري في دموعي بدري وبقول ده نصيبها، لو تيجي مرة كده معايا زي ما انا حاسبها، ويطلع ده حلم واقوم منه واشوفك هنا، وعلى بالي ليك احلى ليالي عمري ما انا نسيتها، من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها، لو تيجي تعد معايا كده كام دمعة بكيتها، هتعرف بجد ولو تكئي البنات. الله عليك يا تامر. خلينا نروح مرة تانية للصفحة بتاعتنا مشاهير دوت.com. مها بتقول تامر ايه الأغنية اللي غناها مطرب وكان نفسك انت اللي تغنيها وتبقى بتاعتك؟ لا مفيش أغنية معينة، أنا عملتها المطرب ولا أغنية معينة؟ سمعت أغنية كانت عجباك تقول يا ريت كنت أنا اللي أغنيها؟ لا خالص، كل واحد ليه شكله وليه لونه، ما حضرتش يعني. تامر أنا عايز أسألك شوية. دلوقتي أنت رحت وديت الألحان ديت للمطربين، كنت يعني وقتها سنك صغير لسه، مش تامر عاشور اللي عنده جمهور. على فكرة أنا كنت الأغاني دي أنا كنت شغال في الألبوم، وكنت بعمل الألحان دي على أساس أنا هاخدها في الألبوم، بس كنت بعمل لي بقى ماتيريال 20-25 أغنية، وأبدأ أختار 8 أغاني أو 10 أغاني أنزلهم في الألبوم، فكانت الأغاني بتعجب الفنان، فأنا كنت بديها له على طول، ما كنتش بتردد ثاني. يعني أنا كان سؤالي إن واجهت يعني نجم كتير زي محمد فضل شاكر، كانوا بيتعاملوا معاك ازاي، خاصة ان انت كنت لسه في البداية برضه؟ عادي جدا يعني. محمد فؤاد من الناس يعني، ما يعني انا قعدت مع محمد فؤاد مرة التانية بين اصحاب. فضل والله بجد. بس طبعا ده زمان كان عندي 19 سنة بس. مرة فضل شاكر نفس الكلام، شيرين نفس الكلام، كل دول ناس يعني. الفترة اللي جاية هتركز اكتر في الغنى وكده، ولا برضه هتبقى في ألحان؟ لا الألحان
الالحان هتبقى للناس اللي هم القريبين قوي مني واللي انا ما اقدرش اتاخر عنهم زي ما قلت لك. طبعا شيرين، فضل، يعني عارف ان هي الناس اللي لسه في حاجات معينه كده انا ماشي عليها. بالظبط. تمام. شكل الالبوم بتاع تامر عاشور السنه الجايه او الفتره اللي جايه، الالبوم الثالث لتامر عاشور بشكل رسمي، هيبقى برضه معتمد على الاغاني الدراما، ولا هيبقى في شكل موسيقي تامر عاشور هيعتمد عليه الفتره اللي جايه؟ لا، هيبقى في شكل موسيقي هيعتمد عليه مختلف عن تامر عاشور بقى اللي احنا عارفينه. لا مش مختلف، انا ما اقدرش يعني اتغير 360 درجه ولا حتى 180 درجه. هحتفظ بالشكل اللي تامر عاشور بيغنيه باحتفاظي بالناس اللي انا شغال معاهم، اللي هم الناس اللي بيعملوا تامر عاشور الشكل. نادر عبد